سموحه ينتصر على الزمالك في مباراه نجمها الاول البنا عايز يهدي المباراه للزمالك باي شكل. شوط اضافي وقت ضايع، انت متخيل؟ ضربه جزاء ولا ضربتين جزاء لسموحه مش محسوبين في الطراوه دي، لو للزمالك هتتحسب عادي. ضربه جزاء بتتحسب للزمالك، والاول مره البنا بيبقى عنده ضمير وبيرجع للفار يشوفها عشان يلغيها. الزمالك اللي فقد للحلول تماما، الزمالك اللي كل مباراه لازم تتحسب له ضربه جزاء عشان المباراه تبتدي تفك معاه، الدنيا تبدا تفتح معاه. ما يغركش ان المباراه ممكن تخلص سكور، لا هو خلاص ادى مهمته. ايه هو؟ ان الزمالك يسجل لازم من ضربه جزاء. افتح اي مباراه للزمالك شغاله على الدقيقه 20 كده، الدقيقه 15 الدقيقه 20، افتح هتلاقي زيزو واقف بيشوط. مش مهم جت ازاي واتحسبت ازاي، والفار اللي قاعد ده شافها ضربه جزاء ازاي، فاهمني؟ بس هي للزمالك بتتحسب، فالاعلام بيعدي والدنيا بتعدي وبتبقى جميله وفاني والدنيا حلوه. تعال عكس ده على النادي الاهلي، وده للاسف ما بيحصلش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اقل فريق في الدوري محسوب له ضربات جزاء. هيطلع واحد ناصح يقول لك ما هو اقل فريق لعب ماتشات لعب زيه زي الزمالك، باستثناء الزمالك متفوق علينا في مباراه. النادي الاهلي محسوب له ضربتين جزاء، انت متخيل؟ على الزمالك الدنيا بتعدي، الاعلام عامل مش واخد باله، والاخطاء وارده في كره القدم، والاخطاء وارده في التحكيم، وتبقى الدنيا فاني والحياه لذيذه وبنلتمس لبعضنا الاعذار. انما الخطا ده لو حصل مع النادي الاهلي اون تايم بتقلب فجاه كده قناه البر والتقوى، والشيخ سيف زاهر بيطلع يجلد في النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي. انما ده للزمالك فالموضوع بيعدي. انما لو النادي الاهلي فلازم تقيموا الحد على الحكم، ولجنه التحكيم تتغير، ويطلع جمهور الزمالك باقتراح عبقري هو اعاده المباراه. انت متخيل بيطالبوا مثلا اعاده مباراه الاهلي ومثلا والجونه، مثلا الاهلي وبلديه المحله؟ يا عم انا كاهلاوي بقول لك مش عايز الثلاثه بونت، سيبك من كل اللي عدى ده. عارف اللي يزعل ايه؟ اللي زعل ان فرقه فنيا قليله زي الزمالك وتكسب الاهلي. هتقول لي غيابات واصابات والكلام ده، هقول لك ماشي، بس المدرب بتاعنا خرف التشكيله. كان اي 11 ورجليهم في الملعب بداوا مباراه الزمالك كان هيكسبوا بكل سهوله والله. انت متخيل فرحتهم بالفوز على الاهلي كانت عامله ازاي؟ فكان اي 11 رجليهم في الملعب، اي 11 كانوا موجودين بيلعبوا غير التشكيله اللي كولر خرف فيها، كنت تقدر تكسب الزمالك بكل سهوله. هو ده وضع الكره في مصر. غاب التحكيم فغاب الحلول عن الزمالك، غابت ضربه الجزاء اللي بتتحسب اول 10 دقائق واول ربع ساعه. الزمالك من غير التحكيم حرفيا والله العظيم لا شيء، لا قيمه في الدوري. مش قادر تسجل، حته ان لعيبتك بتتحايل على الحكم في كل كوره، وان لعيبتك رقم واحد عندها وفكرها الرئيسي والاساسي انها تقع جوه ال 18 عشان يتحسب لها ضربه جزاء، مش فكرها او شغلها الشغل انها تبتدي تسجل او تحاول تسجل على المرمى اطلاقا. في النهايه معلش ما تزعلش نفسك، اوعدك الماتش الجاي ليك في الدوري نحاول نتواصل مع لجنه التحكيم يعينوا لك حكم ملاكي زي ابراهيم نور الدين، زي معروف، زي عادل، الحكام اللي انت بتحبهم دول، وبالشفا. سلام.